شركات الالعاب بتنصب علينا. ايوه زي ما سمعت كده، احنا فعلا بيتنصب علينا من شركات الالعاب، والمشكله احنا بنروح النصب ده بايدينا، والنصب ده بيكون تحت مسمى الريماستر والريميكات. خليني بس اقول لك الفرق بين الريماستر والريميك. الريماستر ده بيكون تحسين للجرافيك، لعبه نزل زمان زي ذا لاست اوف اس نزل ليها كذا ريماستر تحسين للجرافيك. الريميك نفس الكلام، بس بيكون تحسين لجرافيك اللعبة وإعادة صنع اللعبة ذات نفسها، يضيفوا شوية تفاصيل ولا حاجة عشان يخلوا اللعبة كأنها جديدة زي ألعاب ريزنت ايفل كلها. وخلينا نبدأ في آخر فترة، شركات الألعاب بدأت تجيب أي لعبة كانت ناجحة ليها وتعملها ريماستر حتى لو كانت فاشلة، المهم ياخدوا منك فلوس. بس لازم نعرف إن في عيوب ومميزات للريماستر، وأبرز المميزات إن اللعبة دي بتنزل بجرافيك أحسن وأداء محسن، وبيخليك تلعب نفس اللعبة القديمة اللي أنت بتحبها بس بجرافيك أحسن، وده بيخلي التجربة أكيد أمتع. أصل أنت شايف اللعبة بتاعتك على جرافيك مثلا 2026 مش هيبقى زي جرافيك مثلا نزل في 2001 2002، فأنت أكيد بتستمتع بتجربة اللعبة أحسن بكتير. عيوبه بقى إن بيبقى فيه باجز، يعني الشركات ما بتهتمش أوي مثلا بالريماستر ولا الريميك، فبيبقى فيه باجز كتير وقت الإصدار. وكمان اللعبة كمان ممكن تنزل بنفس سعر اللعبة الأصلية، مثلا لعبة نزل ب$60 فالريماستر بتاعها بيبقى $60، مع إن بس هيبقى فرق الجرافيك، مفيش أي محتوى جديد اتضاف. ففعلا الشركات ممكن ما تقدملكش حاجة جديدة، وحتى الجرافيك مبقاش فيه أصلا فرق كبير بينه وبين النسخة القديمة، وممكن تغير شوية تفاصيل مهمة في القصة بدون أي هدف، وده بيضيع متعة اللاعب. أصل في تفاصيل واحد بيحن لها فبيحب يشوفها، فالنهاردة لما الشركة تيجي تحذفها لي فهي بتضيع حنين الماضي، بالذات إن أنا مثلا بكون دافع فلوس عشان أشوف الحاجات دي في نسخة أحدث، جرافيك أحسن، تفاصيل أكتر، فهي بتضحك عليا. النهاردة هنتكلم بس على كام لعبة منهم جي تي ايه، ذا لاست اوف اس، ووركرافت، والعاب تانية برضه مشهورة هنتكلم عليهم. خلينا نبدأ الأول بذا لاست اوف اس 1. اللعبة دي من أشهر ألعاب السرفايفل، وفعلا لعبة حلوة تستاهل إنك تجربها أصلا. فلو أنت ملعبتهاش روح العبها. واللعبة دي نزلت 2013، أيوة 2013، أنا عارف هتنصدم من الجرافيك اللي فيها مع إنها لعبة نزلت في 2013، وكانت فعلا من أعلى الجرافيك اللي ممكن تشوفه في وقتها. وكمان جرافيك اللعبة أعلى من جرافيك ألعاب بتنزل حاليا، يعني في جرافيك ألعاب نزلت في 2026 أو آخر 5 6 سنين أسوأ بكتير من ذا لاست اوف اس. وعموما أنا مش هنا عشان أقيم اللعبة، أنا هنا هتكلم عن حلب اللعبة ذات نفسها. اللعبة دي بعد ما نزلت بسنة نزل لها الماستر، بس كان في إضافة دي ال سي. فرق الجرافيك ما كانش كبير قوي، يا دوب كانت حلب للقصة. أصل المشكلة ليه تعمل ريماستر بعد ما اللعبة تنزل بسنة؟ كل ده عشان تضيف لي مثلا شوية إفكت زيادة ودي ال سي، بس أنا استفدت إيه؟ مفيش أي حاجة. والمشكلة الحقيقية إن سعر اللعبة الأصلي أصلا كان $60 والريماستر كان ب$50، فليه أدفع $50 في نسخة محسنة شوية عن نسخة قديمة، ويعتبر مش هاخد أداء أحسن، يعني أنا مش هاخد فرق كبير إن يخليني أدفع مبلغ زي ده. والحل ما وقفش لغاية هنا، سنة 2022 نزل ريميك تاني، أو ممكن نقول نفس اللعبة بس بتفاصيل زيادة، جرافيك أعلى طبعا، ما يسحقش نقول عليه ريميك أو ريماستر حتى. والنسخة دي كانت ب$70، كانت تحسين جرافيك ومضافة بس شوية حاجات جديدة وخلاص كده، ما كانش في أي حاجات جديدة ممكن تتضاف. فبجد ليه الواحد يدفع أسعار زي دي في نفس اللعبة؟ بالعقل كده والمنطق، ليه أدفع 50 ولا $60 في نفس اللعبة بس جرافيك أعلى شوية؟ مفيش فرق، المحتوى نفسه مفيش أي جديد. وبس هنا برضه الحال ما وقفش، يا ريته يعني وقف لغاية هنا. نفس الكلام حصل برضه ذا لاست اوف اس 2، مع ان اللعبة دي انا بحبهاش عشان التفاصيل اللي فيها، وبس كانت ارحم بشوية من النسخة الأصلية. النسخة الأصلية نزلت في 2020 وكانت ب$60، وبعدها ب4 سنين نزل الريماستر ب50. بس هنا كان في ميزة، ان لو انت اصلا معاك النسخة الأصلية كنت ممكن تطور الريماستر ب$10 بس، فنقول يعتبر ارحم من ذا لاست اوف اس 1. بس ستيل يعني ما كانتش حاجة لطيفة، يعني انه ما ضافليش اي حاجة جديدة، ولا جرافيك ولا محتوى ولا اي حاجة جديدة يخليني حتى ادفع $1 زيادة. بعدها نروح لجي تي ايه سان اندرس. طبعا اللعبة دي في غنى عن التعريف، دي نزلت 2004. طبعا اللعبة حلوة وما زالت حلوة، في ناس كتير بتلعبها، نزل لها مودات، ولسه اللعبة عايشة لغاية دلوقتي مع انها نزلت من حوالي 22 سنة. والله من الالعاب فعلا الحلوة. اتعمل لها الماستر 2021 عشان يركب العصر ويكون في تحسين في الجرافيك، بس المشكلة حقيقة ان النسخة الأصلية كانت أحسن من الريماستر. تخيل معايا ان النسخة نازلة من 22 سنة تبقى أحسن من نسخة نازلة في عصرنا الحالي، دي كانت كارثة. عيوب النسخة بقى اللي اتعمل لها ريماستر، الباجز كانت كتير، الأداء كان سيء. الريماستر أصلا كان ب$60، كان بيجي في حزمة كاملة معاه كذا لعبة تاني ب$60، بس أسعار لسه كبيرة. حتى اس اي دي كذا لعبة أسعار لسه كبيرة مقارنة بلعبة يعني قديمة يا دوب تحسين في الجرافيك، ومع كمية الباجز والمشاكل دي. والمؤثرات والجو العام اتغير، مبقاش حلو زي زمان. ده غير ان اصلا في اجهزه كانت بتعاني بسبب اللعب، لا كانت اداءها سيء، الاوبتمايزيشن بتاعها حرفيا ما اتعملش ب4 جنيه حتى. ده لدرجه ان في ناس عملت مودات للنسخه الاصليه خلت اللعبه احسن مليون مره من الماستر واللعبه الاصليه. وطبعا كان لسه في ريماسترات تانية اتعملت، جي تي اي 3، جي تي اي فايس سيتي، تمام، هي نفس قصه جي تي اي سان اندرس، مش هنتكلم عليه كتير، هو بس يا دوب جرافيك كان احسن شويه،
اداء برضه كان سيء، مفيش اي حاجه جديده. كل اللي حصل انهم خربوا اللعبه لدرجه ان النسخه القديمه كانت احسن بكتير. ده غير طبعا ان سعرهم كان معدي $60. طبعا كل ده كان بيجي في باكج او حزمه بمعنى اصح. وبس حتى لو هيجي مثلا 3 العاب اللي هي سان اندرياس و3 وفايس سيتي كلهم في حزمه $60، اتوقع مفيش سبب يخليني ادفع مبلغ زي ده في لعبه زي كده او في العاب زي كده. ليه ادفع فلوس في لعبه الاوبتمايزيشن بتاعها سيء، مش هيخلي جهازي اصلا يشغلها؟ وعموما مدرك ان الماستر حاجه كويسه، دي حاجه مش هنقدر نختلف عليها. وبس لو هينزل ويكون نفس النسخه الاصليه ما ينزلش احسن. اصل في الاول وفي الاخر ده بيدمر سمعه اللعبه ويدمر متعتنا اللعبه والحنين للماضي. والمشكله الاكبر ان في ناس اصلا بتجري وتروح تشتري النسخه الماستر حتى والنسخه دي ما بتقدمش اي حاجه جديده، بالاضافه ان بيكون سعرها نفس او اعلى من النسخه الاصليه. فانا يعني انا مشكلتي لو احنا شفنا ريماستر فاشل ما نروحش نشتريه، اصل احنا كده بندعم الشركه، فملهاش لازمه ندعم الشركه في حاجه زي كده. اصل هي هتفضل تستغلنا وتفضل تعمل ريميكات وريماستر لالعاب قديمه وتفشل، فلا ملهاش لازمه. وبس زي ما في ريماسترات فشلت طبعا في اكيد ريماسترات نجحت نجاح باهر. ماشي، لعبه زي هيلو اجزاء الاربعه اتعمل للماستر واتقدم بسعر ساعه كان حلو جدا، كان ب$60 عباره عن 4 اجزاء اتعمل لهم ريماستر. تخيل 4 اجزاء، 4 اجزاء اتعمل لهم ريماستر نزلوا في باكج ب$60. يعني اللعبة كانت ب$15، ده طبعا سعر حلو. اللعبة انت هتحبها ولعبة مشهورة ولعبة فعلا قصتها حلوة، فأكيد يعني كان السعر بيرفكت. هي بس مشكلتها الوحيدة كان في مشاكل في الأونلاين، بس اتحسن بعد تحديثات كتير كتير حبتين، يعني سنتين تلاتة كده. وبس الجرافيك وأداء اللعبة كان حلو فعلا ونقل تجربة اللعبة لمكان تاني، وفعلا كانت تستحق إنك تشتريها. ده كان استثمار، ما كانش تضييع فلوس. نفس الكلام حصل في دارك سولز ريماستر. النسخة الأصلية كان ب$60 والريماستر ب$40، نوعا ما كان غالي، بس حسنوا تجربة اللعبة بشكل كبير ونقل تجربة لعبة السولز لمكان تاني، عشان طبعا حسنوا جرافيك اللعبة، حسنوا الأداء، اللعبة بقت مستقرة على الأجهزة بشكل أحسن، فأنت بقيت قادر تستمتع بأداء لعبة السولز بجد. فاللعبة كانت حلوة من كل النواحي. بعيدا إنها مستغل سعر الريماستر حبتين تلاتة، $40 في الماستر لا سعر غالي شوية. هنروح نتكلم عن ريميكات سيئة ونبدأ بوركرافت ريفولج. ده كان ريميك اصلا اللعبه الاصليه. المشكله هنا بقى ما كانتش بسيطه، الاجزاء القديمه كانت احسن واعلى من اداء الاجزاء الجديده، او كانت احسن من الريميك معانا صح. المطورين وعدوا ان الريميك هيكون فيه اضافات كتيره ومحتوى ممتع ومتنوع، وفعلا الريميك نزل سنه 2020، بس كان كله عباره عن نصب في نصب. حاجات كتيره في الاعلان ما كانتش موجوده في اللعبه، وحذفوا كمان شويه حاجات من المحتوى الاصل او النسخه الاصليه زي الكلانز، التورمنت مود، الكاستم كامبينز. حرفيا كانوا بيدمروا اللعبه، كانوا بيشيلوا احسن حاجات محطوطه في النسخه القديمه ويشيلوها. فانا مش فاهم دماغ المطورين صراحه يخربوا متعه لعبه زي كده. ده طبعا بالاضافه لكميه الباجز. انا تقريبا مش هبطل كلمه باجز دي، اصل حرفيا بقت اي حاجه تتعمل لازم يبقى فيها كميه باجز حرفيا تخليك تكره اللعبه وتكره حياتك. طبعا اداء غير مستقر، الجرافيك ما كانش حلو وكان قديم مقارنه بلعبه نزلت في 2020، فحرفيا ما كانش في فرق بينها وبين الجرافيك بتاع اللعبه القديمه. يعتبر الاتنين كانوا شبه بعض، يعني ان اللعبه يعتبر مش غاليه نوعا ما، كانت بحوالي $40، بس اللعبه كانت كارثيه. والريميك اصلا ما كانش المفروض ينزل عشان بوظ سمعه اللعبه. المطورين قالوا انهم كانوا مستعجلين وكان في ضغط سيوله وهكذا، وبس انا مش مقتنع بحاجه زي كده. في الاول وفي الاخر لعبتك وحشه استنى عليها ما تنزلهاش، او ما يخش لها سيوله او مثلا تلاقي وقت مناسب تنزلها نزلها. اصل في الاول وفي الاخر انت كده بتدمر يعني متعتنا اللعبه ذات نفسها. بعدها نروح نتكلم عن ملوك الريميكات، والشركات فعلا بدات تتعلم منهم. ريزنت ايفل 2 وريزنت ايفل 4 بجد من الالعاب اللي تستحق تدفع فيها كل جنيه، مع ان سعرها كان غالي حبتين تلاتة أربعة. هي صراحة سعرها غالي خلينا ما نكدبش يعني، بس يعني اديتنا حاجة مقابل السعر. هنا بقى قدموا لنا جرافيك حلو، جيم بلاي حلو، تجربة اللعبة كان ممتع لأقصى الحدود عشان حسنوا الجرافيك بشكل حلو. أداء اللعبة كان مستقر، حرفيا معظم الأجهزة حتى لو كان جهازك بطسطاية كان بيشغل اللعبة. البرزنتيشن بتاعها حلو، وضافوا طبعا حاجات كتير للقصة، وفعلا الريميك كان حلو وأنصح بيه بشدة. وأنا عموما حبيت ألعب لعبة زي كده. الريميك فعلا بتاعها حلو، أنا يعتبر ختمت كل الريميكات بتاعتها. وهنا فايدة الريميك بيرجع لك اللعبة اللي انت بتحبها بس بشكل جديد، ماشي، المفروض يخليك تستمتع. فكل ما ده بيحصل كل ما ده فعلا هيخليك تستمتع باللعبة ذات نفسها. جرافيك احسن، تفاصيل اكتر، مع انهم ممكن نقول ساعات بيحذفوا حاجات المفروض اصلا ما تتحذفش. وبس ما علينا، بيبقى كاجمالي اللعبة كويسة، مش هقدر اقول عليها وحشة او الريميك حلو. بعدها بنروح لديد سبيس. اللعبة دي كان بقى فيها تحسين في الجرافيك طبعا، اجواء كانت مرعبة زيادة عن اللزوم، تطوير في الشخصية الرئيسية. الشخصية الرئيسية اصلا في الجزء القديم
كانت عبارة عن شخصية صامتة. دلوقتي في الجزء الجديد او الريميك بمعنى اصح بقى يتفاعل معاك وبقى فيه اوبشنات اكتر، فاللعبة طبعا اختلفت 180 درجة. ومعمول كان احسن حاجة عملوها انهم حافظوا على اجواء اللعبة. عيبها الوحيد كحال معظم الالعاب طبعا سعرها، كانت ريميك منزل ب70 دولار. وبس وانت ما عندكش مشكلة في السعر، فاتوقع ده مش هيسبب لك ازمة. خلاص انت هتدفع الفلوس وتروح تاخد اداء لعبة بريميك كويس بلعبة جديدة، يعني اتوقع مفيش احسن من كده يعني. وعموما انا مش ضد الريميك او الماستر، كل فكرة انا عايز فعلا اسعار تكون منطقية، والريماستر او الريميك يكون يستحق ويديك متعة اكبر من النسخة الاصلية، من حيث تسترجع ايام امجادك، ايام طفولتك، ايام حياتك، ايام البيك بتاعتك، ان انت فعلا كنت بتفتح السوني ولا بتفتح البي سي وتلعب اللعبة وانت مستمتع ما بتشيلش اي هموم. وبس المشكلة في بعض الريميكات او الريماستر حتى بيحذف مناطق، تفاصيل، حتى الجرافيك ممكن اصلا يكون قريب من النسخة الاصلية، فمن الافضل ما ينزلش لها نسخ جديدة لو هو ينزل بالمستوى ده. وانت برأيك هل كده معظم الشركات بتضحك علينا تنصب ونسمى الريميكات والريماستر، ولا انت شايف ان ده شيء طبيعي المفروض يحصل؟ اتمنى لو فيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، وتعرفني تحب نتكلم عن موضوع ايه في الفيديوهات الجاية باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.